ارتأينا أن يكون افتتاح هذه المنشأة يوم 19 مارس، تاريخ غني عن التعريف، الذي يصادف عيد النصر. استفادت البلدية من هذه المنشأة التي ستوفر 5446 كتاب للأبناء البلدية من كل الأطوار، وكذلك هنا برمجة لخطوط الانترنت في القريب العاجل أيضا ستستفيد منها المكتبة. بهذه المناسبة أوجه نداء إلى كل أبناء البلدية أن يتداولوا على المكتبة. ومواطني بلدية بوقادير أوجه لهم رسالة تختلج صدور أعضاء المجلس الشعبي البلدي، خصوصا الهيئة التنفيذية، وأقول لهم إن النية حسنة وجد حسنة لخدمة البلدية. حقيقة نحن بحاجة إلى الوقت، نحتاج قسطا من الوقت، لدينا أفكار نريد أن نجسدها على أرض الواقع، تنمية. إننا بحاجة ماسة ونتطلع إلى ما هو في حاجة إليه مواطن بلدية بوقادير. على كل حال تقريبا درسنا، ما نقولوش كل المشاكل لكن جل المشاكل، وإحنا حاسين بالأمانة الملقاة على عاتقنا. المشكل اللي نقدروا نحلوه على مستوى البلدية وبالإمكانيات تاع البلدية، هذا مستعدون باش نتحاسبوا عليه، ما كاش مشكل. واللي ما نقدروش وهو فوق الطاقة تاعنا، إننا نعمل جاهدين على إيصال انشغالات المواطن إلى السلطات الولائية، وعندنا وعود، وترجع دائما القضية قضية وقت. نعاود أن نوصي المواطنين تاع بوقادير أن يعينونا بالدعاء وبالصبر كذلك، وإن شاء الله كما قلت ننتهز الفرصة كذلك في هذه الفترة الحساسة التي هي فترة تقسيم السكنات الاجتماعية. وأريد أن أوجه رسالة أننا عملنا بكل جدية، بكل صرامة، بكل شفافية، واقتضت الضرورة أننا لجأنا إلى معاينة ميدانية حتى في خارج أوقات العمل وحتى في الليل، للتأكد من حالة المواطن إذ كان هو فعلا في حاجة ماسة إلى السكن، حتى لا نظلم أحد. وبالفعل درنا اللي علينا، والإنسان ماهوش معصوم من الخطأ. إذا كان أخطأنا في بعض الحالات، المواطن يتصرف مع هذه الأخطاء بعد الإعلان عن القائمة بأسلوب حضاري، وكان قانون مسطرته الدولة وعنده حق الطعن، ويقدم الطعن تاعو للجنة الولائية التي ستدرس هذه الطعون وتشوف إذا كان المواطن هذا حقيقة أخطأنا في حقه وكان لا يستاهل السكن الاجتماعي. ونوجه رسالة أخرى كذلك للمواطنين اللي ربما ما استفادوش من السكن الاجتماعي وعندهم إمكانية الحصول على سكن آخر في إطار برامج أخرى تتمثل في الألبية ولا برامج عدل. على كل حال أبشر أهالي ومواطني بلدية بوقادير أننا تحصلنا على برنامج 500 سكن في إطار عدل، وقمنا بانتقاء الأرضية، وإن شاء الله ستنطلق المشاريع ونعاود نرجع للسكن الاجتماعي. كاينة حصة أخرى كذلك تاع 80 سكن هي في طور الإنجاز. على كل حال الأشغال راهي ربما تتجاوز 90%. اللي ما استفادش في 200 ما زالت 80، ما زالت 200 سكن اجتماعي آخر راها انطلقت الأشغال به مؤخرا. على كل حال ما نجمش نقول نسبة مئوية تاع الأشغال لأنها راهم بسم الله، وما زالت إن شاء الله. احنا رانا نسعاو وراني نقول باللي
رانا نوصلوا في الانشغالات تاع المواطنين بالنسبه للسكنات الاجتماعيه لانها خارجه على اطار تاع الامكانيه تاع البلديه. رانا دائما نراسلوا السلطات والسيد الوالي وعدنا ان شاء الله باش نستفادوا ان شاء الله من السكنات الاجتماعيه. لذلك ما علينا الا التحلي بالصبر والتعامل مع القائمه التي ستنشر ان شاء الله في القريب العاجل بكل اسلوب حضاري واطار قانوني.